السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم بالزيتون. هذه المره غادي نصايبو معكم بواحد الطريقه لانه يقدر يطول، حيت كيف ما قلت لكم كيف ما وريت لكم الزيتون الاخر مني ضربته هكا بالحجره ولا بالكاس هكا ودرته في الماء والملحه دغيا ولا دغيا طاب ولينا كناكلو منه. هنايا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي صراحه قالتها لي امي، هي عيطت لها وقلت لها راه كاين وهي اللي وراتني هاد الطريقه هذه، وهي بصح كديرها دائما. المهم راني جربتها ديجا على واحد القرعه، هنا غادي نوريهم لكم. هانتوما شفتوا كما قلت لكم هذيك الكميه الاولى اللي هكا ضربتها وهرستها ودرتها في الماء والملح نيشان، راها ولات جاهزه ولينا كناكلوا منها. هي هذيك طابت. هذا شنو شديتو شنو درت ليه؟ شوفوا انا الزيتون الخضر شديتوه وحطيتو في الماء هكا مجموع صاين، ما شققتو ما والو، ما ضربتو ما حتى شي حاجه. وتيبان لكم شفتوا صافي غير غسلته من داك التراب والغبره وهذا، ودرتو نيشان هنايا في الماء بوحدو، ما فيه لا ملح لا حامض لا والو، وسديت عليه مزيان وما كنفتحش عليه. وهاد القراي حاطاهم في بلاكار مظلم. داكشي اللي غادي ندير حتى لهادو دابا، حيت باقي عندي واحد شويه من داك الزيتون اللي كناكلو منه يا طايب. دابا هذا غادي نشدو هكا، غادي شوفوا نشد هاد الزيتون غادي نحطو هنايا، غنديرو في هاد البيدو هذا غير الزيتون هكا خضر زوين. حتى هذا راه ما نعرف، هذا واقيلا غادي نجمعو نخليه بوحدو. غادي ندير هاد الزيتون هذا هنايا، من بعد غندير الماء ونبقى هكا كنمخض في البيدو مزيان ونشلل ونغسل. غيجيني هنا نغسل ساهل بلا ما نديرو الشبكه وهذا، نغسلو هنا مباشره. ومن بعد ما نغسلو غنعمر عليه الماء حتى الفوق. الماء بوحدو ما فيه لا ملح لا حتى شي حاجه، كيف ما قلت لكم نعمر عليه غير الماء بوحدو حتى الفوق صافي، ونخزنو في البلاكار هكا. كيبقى مثلا شهرين 3 شهور 4 شهور، فين ما بغيتي تحتاجيه انت، فين ما عاد احتاجيتي كتهزيه كتجبديه كتصفيه من داك الماء اللي فيه وتضربي، ديري ليه واحد الفليحات بالموس 2 3 في الزيتونه، وديري ليه الملح والحامض نيشان. كتصني عليه واحد السيمانه هكا كتلقايه صافي راه ولا موجود. حيت الا جينا هكا نضربوه ولا نشقوه بالموس ونديروه في الماء والحامض غادي يطيب، غادي يولي متختخ. داكشي علاش غادي نديرو هكا مجموع صاين حتى من بعد يدوز مده، يعني اشهر. ومنين بغينا ناكلو كيف ما قلت لكم عاد نخرجوه ونشقو ونرقدو نيشان، ندير ليه الاقامه ديالته. المهم البنات هنايا كنعمرو هنايا في البيدو. عندي 2 بواده هما اللي كاينين دابا حاضرين ليا، هما اللي غادي نعمر. غادي يشيط ليا واحد شويه في الاخر، المهم غادي نحاول نشوف كيفاش ندير ليه، ولا غدا غادي نصايبو غير بوحدي بلا ما نصورو. غدا نوجد ليه بيدو اخر وغادي نعمرو فيه. المهم هنايا كنحاول نهز غير داك الزيتون الخضر وداك اللي شويه هكا احمر فيه ديك الحموره. اما داك الزيتون دوك الكحل هما حبات قلاله صراحه الله، غير واحد شويه شي رابعه تقريبا هكا اللي زيتون، يعني كيف ما كتشوفوا شويه كحل زايد احمر مزيان، فهمتوا؟ ماشي كحل ولكن غامق، يعني مشى ليه اللون. اما داك الزيتون الخضر والاحمر راني كنجمعوه هنايا. غادي نعمر دوك البيضه مزيان، عندي 2 كيف ما قلت لكم غادي نعمرهم مزيان. ومن غادي نعمرهم غادي نغسلهم مزيان، الغسله الاولى والثانيه وهذا حتى يتنقى لي مزيان. مع انه راه نقي تبارك الله، حيت مقلوعه الزيتون من الشجره محطوط في الميكا، يعني ماشي طاح في الارض وجمعناه من الارض لا شي حاجه، راه زوين تبارك الله. المهم غادي نكمل بهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم، وكملوا معايا لا فيديو حتى الاخر. المهم هذه هي الطريقه اللي درت للزيتون الاخر. كيف ما قلت لكم هذه الطريقه راه الزيتون كيبقى معكم شهور ويقدر يكمل يوصل العام عاد، وما يخسر ما حتى شي حاجه، يعني 6 شهور ولا 7 شهور ولا شحال ما بغيتو. عاد تقدروا مثلا الا احتجتوه عاد تصفيوه من داك الماء ديالو وتشقوه وتلقموه. غير هو الماء اللي غديروه فيه دابا ما تبدلوهش ليه، ما تبدلوه حتى النهار اللي تبغيو تلقموه. تفهمنا؟ ماشي تبقاو كل مره تبدلوا ليه الماء وتقولوا لا انا غنخليوه مده راه غيصبر معنا. لا، هكاك غادي يخمج وغادي يهرى. يعني الماء ديالو الاول تخليوه فيه حتى النهار اللي تحتاجوا انكم تلقموه، ديك الساعه حيدوا له دوك الماء صفيوه وعاودوا شقوه هكا، ضربوه بالموس واحد الضريبات وديروا فيه الحامض والملحه وداكشي اللي بغيتو.
هنايا البنات كيف ما شفتوا راني كنعمر عليه الماء كنبقى نخض فيه هكا، ومن بعد كنمشي نخوي داك الماء عاود ونعمر عليه ماء اخر حتى كنتاكد انه تنقى 100%. شوفوا لي هنايا البنات، هنا كنسدو عمرت عليه الماء حتى الفوق، حتى الزيتون الفوقاني حتى هو يتغطى بالماء، وكنسد عليه ديك الغلاقه ولا السداده مزيان، تغلقوها تحكموها مزيان. راه الا كانت منفجه ولا شي حاجه راه غادي يدخل ليه الهواء غادي يخمج. وهاد الزيتون هذا ديروه في شي حاجه ديال يعني في شي قرعه ولا شي بوديزه ولا شي حاجه ديال الفيلطاج بحال هذه، ما ديروش غير في شي حاجه اللي عندها سداده غير كتبرك هكا. المهم بهذه الطريقه هذه راكم شفتوا ما درت فيه لا ملحه لا حامض لا حتى شي حاجه، خليته في غير منه الماء. هو صافي هنا البنات درت نكمل معكم الميني فلوق، درت نصايب الغدا كما كتعرفوا هاد الايامات كاينه البرد وكاين الشتا نيت، قلت غادي ندير طويجين تشهيت الطاجين ديال اللوبيا، دجاج باللوبيا، اللوبيا خضراء كنت جبتها جديده وراني قطعتها ودرتها درتها مشات لي من بالي الهضره كتمشي، درتها كتسلق. انا اللوبيا ضروري هذيك اللوبيا اللي كتكون شويه عرفتو غليظه بحال الفول عريضه، هذيك كنسلقها ضروري. مازال الاخرى الا كانت باقا جديده وباقا صغيره نقدر نديرها هكا كنغسلها مزيان وصافي. هذيك ضروري كنسلقها بالماء والملح والحامض، نسلقها مزيان راها تما حد في الكاسرونه كتسلق، وهي اللي كنصفيها ومن بعد كنديرها هكا مع الدجاج بالحامض راه كتجي زوينه. وكذلك راه ندير الزيتون، صافي الزيتون بدينا كناكلوا منه قربنا ساليو كيعجبنا صراحه الله، كنحطوه هكا مع الفطور، كنحطوه عند الميريندا، كنديروه في كل شيء. ايوا المهم هنايا غادي هنايا كنشارك معكم النهار ديالي والميني فلوق ديالي كيفاش كيدوز بكل بساطه البنات، والله ما كاين لا زواق لا شي كاين حتى شي حاجه. وسمحوا لي بزاف حيت ما بقيتش كندير معكم الوصفات وكيف ما تعودتوا شحال هذا. راكم عارفين الظروف، راني قلت لكم شحال هذا عندي الضيق في الكوزينه وعندي شحال من حاجه ما نقدرش. المهم الظروف ديالتي دابا ما تسمحش لي انني نبقى ندير معكم نفس الوصفات اللي كنت كندير، يعني نفس المحتوى ديال شحال هذا، ولكن حتى هكا لي فلوغ وهكا عندي راني ديجا كنديرهم، غير انا ما كنتش كنديرهم بزاف. ايوا صافي المهم هي هذه. انايا دابا كنمونطي في الفيديو كيبان لي داك الحك ديال الطون تمايا درت منه الدراري الصباح في بوكاديو داو للمدرسه، وقع حدايا داك الحكيك داك الحكيك ديال الطون. ما كل مره شنو تندير في المدرسه راكم عارفين، مره كندير لهم الطون، مره فروماج، مره كل مره وشنو يعني داكشي اللي كاين. هنايا كنحيد داك الدجاج نهزو الفوق من بعد ما تقلى وتشحر باش ندير اللوبيا من التحت، اللوبيا لتحت باش تشرب لي ديك التغميره وديك الحامض والثومه وداكشي. وهنا البنات العشيه جيت كندير الحريره، شاركت معكم الحريره، واحد الحريره جات غزاله صراحه الله. وهنايا شويه للدراري شويه ديال الكاستانيا، شويه ديالهم غير فوق البوطانيت، شفتوا كتجي زوينه صراحه الله، دائما مره كيبغيوها ادم تيضحك عجبو الحال. وصافي من شويه لهم هاد الكاستانيا هادي كنقي ليهم، شوف كاستانيا ملي كتكون الشتا كتصب البروده ما شاء الله واحد الجو زوين هكا. ملي كيقرب راس العام وفي راس العام هكا يعني عندك من الخريف حتى راس العام الجو زوين تبارك الله. فين كنوريكم كاستانيا زوينه هاد العام شوفوا. هو صافي كيف ما قلت لكم درت الحريره للعشاء وصافي هذا هو العشيه ديالنا. سلقت بيضات، والحريره انا الحريره ما كنشربهاش في الليل، هنايا دورتها الحريره ما كنشربهاش بالليل، غناكل غير بيضه. وصافي هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، فيديو بسيط على قد الحال. شوفوا فلوق عادي ديال يعني بسيط بلا زواق بلا حتى داك التخربيق ديال داك الزواق والفوتوشوب وداك الشيء. المهم عادي، كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، حيت بزاف انهم مشتركين في القناه وما كيوصلهمش الفيديو حيت ما مفعلينش زر الجرس. المهم هكا كنوصلوا للنهايه، خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.